لو فاكر إن القائد الحقيقي هو اللي لازم يكون عنده إجابة لكل سؤال، فأنت كده بتتعب نفسك وبتضعف فريقك. تعالى لي كده مدير نعمل مايند سيت شيفت للمفهوم الغلط اللي انت بتقول أنا لازم طبعا لما التيم يطلع لي بأي سؤال أكون جاهز بالإجابة، ولما يكون عنده أي مشكلة أكون جاهز بالحل. المفهوم الصح بقى بيقول إنك علشان قائد حقيقي مش لازم يكون عندك كل الإجابات، ولكن لازم تكون بتعرف تسأل السؤال الصح، وهم بقى يفكروا ويبحثوا ويكونوا مسؤولين إن هم يلاقوا حلول معاك. شغل العقول، ما تقدمش حلول جاهزة. زي ستيف جوبز كده كان دايما مشهور بوات اف، يسأل التيم بتاعه ويخليهم بقى هم يدوروا معاه على حلول واقتراحات وإجابات. بيتر دراكر أبو الإدارة الحديثة بيقول لنا إن الأسئلة الجيدة أهم بكتير من الإجابات الجاهزة. انت مش علشان مدير فانت يبقى عندك معرفة مطلقة بكل حاجة، انت علشان مدير فانت بتعرف تدير الحوار، تدير العقول، تفجر منهم إجابات وحلول. ومال البرين ستورمينج ده لازمته ايه؟ والكل يبحث ويتطور ويبقى مسؤول ان هو يلاقي حلول، عشان لو انت مش موجود الدنيا ما تتعطلش. خليك عارف ان السؤال الصح بيوجه الفريق ان هو يفكر ويدور ويحل المشكلة، وده أقوى بكتير من إنك تديله الحل جاهز. وقتها أنت تكون بتدرب الفريق بتاعك إن هو يجيلك بالمشكلة وباقتراحات للحل، يشغل دماغه شوية، مش كل حاجة عليك أنت. وده أنا كنت بشوفه كتير جدا في مديرين هم طول الوقت قاعدين عمالين يفكروا يلاقوا حلول ويلاقوا اقتراحات، ومش مستفيدين من كل العقول اللي معاهم في الشغل دي. من الناس اللي شغالة معاك دي عندها دماغ على فكرة، تقدر تشغلها إنها تفكر وتبقى مسؤولة عن الحل. بلاش تغرز عندهم فكرة إن أنا المدير فلازم اللي يكون عندي الحلول، هم كمان لازم يكونوا مسؤولين. خطوة عملية بسيطة تقدر تعملها من النهاردة أو تفكر فيها وتعملها في الميتنج الجاي، اللي أنت تبدأ الاجتماع بسؤال: إيه رأيكم في المشكلة دي؟ تقدر تتحل إزاي؟ طب يا فلان لو أنت مكاني كنت هتفكر إزاي؟ وتبدأ واحدة واحدة تحول بدل الإجابات والمقترحات الجاهزة لأسئلة، وتاخد منهم هم الإجابات والمقترحات. وحاول تسمع أكتر ما بتتكلم، وكل ما تتسأل سؤال حاول ترد عليه بسؤال تاني أحسن وأذكى علشان تطلع منه هو الإجابة. ما تنساش تعمل سبسكرايب لليوتيوب تشانل علشان نكمل مع بعض آخر حلقة في ليد ويز إليجنس للأسبوع الأول من بيزنس فايل، اللي هتعرف فيها إن أنت ممكن تكون مؤثر من غير ما تكون موجود في الصورة.